تشيز كيك لوتس على البارد بدون فرن وبدون بيض، بيتقدم بهالشوب وبهالحار. ومرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وبوصفة جديدة. ووصفتنا لليوم تشيز كيك لوتس على البارد. وقبل ما نبدأ بالوصفة بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. عندي علبة زبدة اللوتس وباكيت بسكويت لوتس ما يعادل 250 جرام، وزبدة ولبنة وجبنة كريمية وظرف كريمة شانتي وحليب. بالبداية رح أفرم البسكويت بالفرامة، وبعد ما فرمت البسكويت هلا رح ضيف عليهم 100 جرام زبدة، وبرجع بخلطهم بالفرامة لحد ما يتجانسوا معي. وبعد ما خلطت البسكويت مع الزبدة حضرت قالب تشيز كيك، حطيت بأسفل القالب ورق زبدة. رح أفرد البسكويت أسفل القالب، بنكبسهم كتير منيح ونخليه بالفريزر لبين ما نحضر طبقة تانية. ظرف كريمة شانتي ونص كاسة حليب، بنخلطهم مع بعض منيح لحتى تتجانس معي الكريمة. ندخلها على البراد لبين ما نحضر طبقة تانية. مية جرام لبنة و100 جرام جبنة كريمية و100 جرام من زبدة اللوتس ما يعادل 2.5 معلقة. بخلطهم مع بعض منيح وبضيف الكريمة اللي حضرتها سابقا. وهي الكريمة رح ضيف عليها وبخفقهم كتير منيح وبتصير عندي جاهزة. بفرغ الخليط وبمده بهذا الشكل وبدخلها على الفريزر 1.5 ساعة. وهي بعد ما طلعتها من الفريزر وعجنب دوبت 100 جرام من زبدة اللوتس بحمام بخاري، ورح زين فيها هلأ تشيز كيك. زينت الأطراف وهلأ رح زين فوق، وشوية بسكويت لوتس مع فستق الحلبي زينت فيها الأطراف، وبقدمها بهاي الشكل. وصحتين وهنا على قلبي وعلى قلبكن. ويا عيني يا عين على هالتشيز كيك بهالشوب وبهالحر، ولا أطيب من هيك وصفة رائعة وطيبة كتير. وجربوها وادعولي ما بتندموا.